3 نصايح لو انت هتشتري بيزنس، especially لو انت هتشتري حاجة اسمها ريتيل بيزنس. اوكي، زي الليكر ستور، سموك شوب، عاوز تفتح مطعم. اوكي، اول حاجة لازم يكون عندك خبرة في المجال دوت، عشان في ناس معاها فلوس عاوزة تفتح بيزنس بس ما عندهاش الخبرة الكفاية. لازم تتأكد ان في حاجات كتير قوي جوه البيزنس تكون عارفها، او يكون معاك حد او مشارك حد يكون فاهم في البيزنس. تاني حاجة، ودي حاجة مهمة، لازم تتكلم مع المحاسب بتاعك ايه نوع الكوبريشن او LLC اللي المفروض اخشه في فورمات عشان تحمي نفسك وتحمي عيلتك. لازم يا اما تفتح كوبريشن، لازم تسأل طبعا المحاسب بتاعك. تالت حاجة واهم حاجة، احنا ساعات كتيرة بنشتري كاش بيزنس. ايه كاش بيزنس؟ يعني بندفع للراجل والراجل بيقسط لنا في كذا حوار. اهم حاجه عندي اللي انت تفتح حاجه تشتغل مع شركه اسكو. شركه الاسكو ديت مش للبيوت، ده للبيزنس. اسكو للبيزنس عباره عن ايه؟ اي حاجه من السيلر بيقول لك انت هتدفع $1000، خلاص انا هدفع لك $1000، هتحطها جوه الاسكو ويكتب عقد ان هو اي حاجه ملزم عليها قبل النهارده الباير الجديد مش ملزم بيها، اللي هي الضرايب، اي مشاكل تبع الرخص، تحويل الرخص، الحاجات دي كلها. يا ريت يا ريت يا ريت افتحوا اسكرو حتى لو هو كاش ترانزاكشن. لو عاوزين اي حاجه تحت